السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة تانية ثانوي في الفيديو التاني لتهكير أسئلة الفيزيكس. هنهكر أنهي سؤال النهاردة؟ هنهكر زي ما قلت لك اللايف ابليكيشنز. يبقى احنا في الفيديو رقم 1 هما 3 فيديوهات. في الفيديو رقم 1 هكرنا الفاكتورز، قلنا الحاجات وده سؤال مهم جدا وثعباني وبيلخبطك كتير. طب نيجي هنا في السؤال التاني اللي بيلخبطك اللي هو اللايف ابليكيشنز، هم مش كتير، 3 4 في المنهج كله. السؤال الثالث المهم جدا برضو اللي هي الجرافس. حلو، ده في الفيديو الثالث ان شاء الله. قبل كل دول نزل لك اصلا الفيديو بتاع حجاب الفيزيكس، ده اللي كان فيه المنهج كله في نص ساعه او 35 دقيقه تقريبا بالظبط. خش بص عليه مع الريكوردات والكلام ده هتلاقيه كويس ماشي. فالحجاب بتاع الفيزيكس ده فيديو مهم، عباره عن شرح المنهج وتركات المنهج كله كده في حوالي بجد 35 دقيقه. فخش اتفرج عليه وشوف دنيتك ايه. ماشي طيب، خش اتفرج عليه وشوف دنيتك ايه. حلوه حلوه، تنفع مطلع اغنيه. طيب لايف ابلكيشنز بتاعه المنهج كله، بص معايا. اول لايف ابلكيشن مهمه التوتال انترنال ريفليكشن، تطبيقات التوتال انترنال ريفليكشن. التوتال انترنال ريفليكشن ده كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن اللايت بيتحبس في الميديم القوي. يعني اللايت بيبقى جاي من ميديم قوي رايح لميديم ضعيف، فبيبتدي يحصل حاله. الحاله دي عباره عن ايه؟ ان الانسيدنس انجل بتاعته بتبقى اكبر من الكريتيكال. طيب مطلوب مننا عشان التوتال انترنال ريفليكشن يحصل اصلا لازم شرط، ايه هو؟ شرطين: ان الميديم الاولاني يبقى اكبر من الميديم الثاني، ال N1 اقوى من N2، دينستي الميديم الاولاني اكبر من دينستي الميديم الثاني، يعني ال N1 تبقى هي الدينسر وال N2 تبقى هي الايه؟ الريرر. تمام. طيب وحاجه كمان ان الانسيدنس انجل بتاعتنا تبقى اكبر من الكريتيكال انجل دي. ولو عندك خلل في اي حاجه من الحاجات دي خلي بالك، انا مش بشرح التوتال انترنال ريفليكشن. عايز التوتال انترنال ريفليكشن وحاسس ان انت مش فاهم ايه الكلام، ارجع لحصص الريمونتادا، هقعد اقول لك كده ماشي. ارجع واتفرج على الحصه بتاعه التوتال انترنال ريفليكشن، الحته بتاعتها تلاقيها 15 دقايق اتفرج عليها ماشي. طيب ودي كانت في الحصه الثانيه للريمونتادا. المهم خلاص، الانسيدنس اكبر من الكريتيكال. الكريتيكال انجل دي هي الانجل، هي اخر انجل باللايت بيقدر يخرج بيها. حلو، لو انا عديت الكريتيكال انجل خلاص اللايت يبتدي يعمل ايه؟ زي ما احنا عارفين ريفليكشن. تمام. طيب استخدمنا الكلام ده في ايه؟ اول استخدام في الاوبتيكال فايبر. ايه الاوبتيكال فايبرز دي؟ ده بديل للسلك. بدل السلك النحاس حطينا تيوب سيليكون زي اللي انت شايفها دي كده. تمام. سيليكون يعني الان اللي جوه دي، الماتيريال اللي جوه دي مثلا عباره عن السيليكون. حلو، اللي هي ممكن نسميها مثلا ان مثلا 1. حلو. طب اللايت دخل اهو، اللايت احنا بنمشي في التيوب دي ان 1 مش ان دي 1. حلو، احنا بنمشي في التيوب دي. طيب قلنا احنا بنمشي في التيوب دي لايت، الاوبتيكال فايبرز دي زي سلوك النت دلوقتي، المفروض دي اللي بيمشي جواها لايت. تمام. المهم يعني، ودي اللي بتستخدم في عمليات المنظار وحاجات كده كتير يعني. طيب المهم اللايت دخل جوه الاوبتيكال فايبر. تمام. الاوبتيكال فايبر دي شفافه زي ما انت شايف كده، يعني المفروض اللايت بيمشي ما بينها، يعدي يعمل ده ترانسبيرنت ميديم، فالمفروض اللايت يخرج. فاحنا مش عايزين اللايت يخرج، احنا عايزين اللايت يتحبس زي ما انت شايف كده. فبنبتدي نعمل ايه؟ بنبتدي نعمل حاجه جميله قوي. الاوبتيكال فايبر دي المفروض الان بتاعتها اللي هي الان 1 تبقى اكبر من الان 2 اللي هي الان بتاعت مين؟ الاير. الان بتاعت مين؟ الاير. فبالتالي اللايت يبقى جاي من ان 1 كبيره رايح لان 2 صغيره، يبقى الان 1 اكبر من ان 2. ادي اول شرط اتحقق. فاضل تاني شرط ان الانسيدنس انجل بتاعتي، يعني هنا مثلا اللايت اهو نزل انسيدنس انجل اهي، الانسيدنس انجل دي المفروض تبقى اكبر من الكريتيكال عشان اللايت يجي هنا يبتدي يعمل ايه؟ ريفليكشن. طب هنا الانسيدنس تبقى اكبر من الكريتيكال عشان اللايت يجي هنا برضو يرفلكت، وهكذا يفضل محبوس لغايه اما يخرج من الناحيه الثانيه. تمام، زي ما انت شايف كده بالظبط بجد. طب نعمل دي ازاي؟ طب الشرط التاني ده مش مضمون. افرض الانسيدنس خلاص انا شغلت اللايت عشوائي، هو انا هفضل بقى في الشارع مثلا اظبط الراجل بتاع النت في الشارع يفضل يظبط بقى اللايت يمشي ازاي ومش ازاي ومش عارف ايه؟ مستحيل. اكيد اللايت فيه شويه منه، اللايت هيبتدي يبقى الانسيدنس اصغر من الكريتيكال، فاللايت يبتدي يخرج يعمل ريفراكشن وتلاقيه خرج وتلاقي التيوب دي نورت.
طب ما هو ده بيحصل غصب عني. طب نعمل ايه عشان نقلل، عشان نحافظ على الشرط التاني ده ونخلي الانسيدنس اكبر من الكريتيكال على طول او بنسبه 90%؟ بنعمل حاجه اسمها كليدنج. يعني ايه؟ بنحط طبقه تاني من الفايبر بماتيريال مختلفة شوية، بإن مختلفة شوية. يعني دي بتتسمى الكور زي ما انت شايف كده، واجي احط هنا اعمل كليدنج بره. الكليدنج دي مثلا لو جينا سميناها مثلا ان مثلا اس، تمام؟ ان اس. لازم الان بتاعت الكليدنج دي، الان بتاعت الطبقه الخارجيه دي، تبقى اكبر ولا اصغر من الطبقه الداخليه؟ تقولي لازم تبقى اصغر. مستر عشان اللايت يعمل توتال انترنال ويتحبس لازم يبقى ماشي في الان القويه رايح لان ضعيفه. يعني انا لو عملت كليدنج مره وعملت كليدنج مره تاني وعملت كليدنج مره ثالثه، لازم في كل مره ابقى ببعد الان تبقى بتقل. يعني الان اللي جوه تبقى اكبر، ان تيجي تخرج الان 2 تبقى اصغر، الان 3 تبقى اصغر، وهكذا. تمام؟ يبقى ده اول استخدام. تاني استخدام في الريفلكتنج بريزم. تاني استخدام في الايه؟ في الريفلكتنج ايه؟ ريفلكتنج بريزم. طيب بص معايا، الريفلكتنج بريزم ده عباره عن ايه؟ عباره عن بريزم عادي جدا مصنوع من الازاز. اللايت يجي يخش جواه، يجي هنا الانسيدنس بتاعتي تبقى اكبر من الكريتيكال، فما يقدرش يخرج من الازاز، يبتدي يعمل ايه؟ ريفلكت وينزل مثلا. حلو. طب مثلا حطيت له بريزم تاني بالمنظر ده. مستر طب ما هو اللايت دخل اهو. ما هو اللايت لما يبقى نازل على اللايت على السايد بربنديكولار هيكمل كده كده. طب نيجي هنا، يعني كده كده هيكمل جوه عادي. نيجي هنا اللايت دخل جوه البريزم، يجي هنا ينزل بانسيدنس انجل اكبر من الكريتيكال، فيبتدي يعمل ايه؟ ريفليكشن برضو. يبقى هنا القصه بتاعت الريفلكتنج بريزم عبيطه قوي، بنستخدمها في السفن وفي الحاجات دي لما عايزين واحد قاعد تحت الميه عايز يشوف ايه الحاجه اللي بتحصل فوق الميه، فعايز اشوفها ازاي؟ من عشان اشوف الحاجه لازم صوره الحاجه دي تنزل لي تحت الميه دلوقتي. تنزل ازاي؟ بنبتدي نمسكها ندخلها على بريزم، البريزم ده اللايت ينزل بانسيدنس اكبر من الكريتيكال، فبالتالي يقوم اللايت نازل عامل ريفليكشن ما يقدرش يخرج، عامل ريفليكشن احط له بريزم تاني يغيره. يبقى كده انا نجحت اغير الباث اوف لايت. حلو. هنا غيرت الباث اوف لايت 90 ديجري، هنا غيرت الباث اوف لايت 90 ديجري، وهكذا. طيب الاستخدام الثالث نفس القصه بالظبط في الميريج، السراب. بيقول لك ساعات وانت حضرتك مسافر بتشوف مثلا والدنيا تبقى حر قوي قوي، وشرط الدنيا تبقى حر قوي قوي، بتبتدي تشوف ايه؟ بتبتدي تشوف في الشمس كده وانت ماشي على الطريق وانت مسافر، تحس ان في ميه في اخر الطريق، تحس ان في وانت راكب اتوبيس ولا راكب عربيه او اي حاجه، تحس ان وانت بص على الاسفلت كده تحس ان الاسفلت عليه ميه، تيجي تقرب ما تلاقيش حاجه. هي دي مش بتبقى ميه، دي بتبقى انعكاس صوره السماء. طب ايه اللي خلى انعكاس صورة السماء تنزل على الارض كأن الارض مراية؟ حرفيا كأن في مراية اتحطت على الارض. ليه؟ ايه اللي حصل؟ بص معايا بالكلام هنا باختصار في دقيقة. طبقات الهواء يا شباب، الهواء عامة ملوش نفس الدينستي. ملوش نفس الايه يا مستر؟ الدينستي. امال ايه؟ الدينستي بتتغير من طبقة للتانية بسبب تغير درجة الحرارة. يعني درجة الحرارة تحت الدنيا، بقول لك شمس خبطة في الأسفلت أو في الرملة في الصحراء مولعة الدنيا، تمام؟ فاللي تحت دي هوت سيرفيس. كل ما درجة الحرارة بتزيد كل ما الدينستي اللي يحصل لها تقل، يعني الان اللي يحصل لها تقل. حلو جدا. يعني الطبقة اللي تحت دي هي ايه؟ ريرر. الطبقة اللي تحت دي ايه؟ ريرر، ان قليلة. كل ما ابعد عن الاسفلت كل ما درجه الحراره تقل، تمبريتشر تقل، يعني الدنس ايه اللي يحصل لها؟ تزيد. يبقى الطبقه اللي فوق دي عند الكول اير، الطبقه اللي فوق دي بتبقى ان كبيره، ان ايه؟ دينسر. تمام. طب مثلا هنا في الاكزامبل اللي قدامنا دي صوره النخله اهي، الشمس مثلا او الضوء او اي حاجه بعتت خبطت لايت ري في الشمس في النخله دي، فالنخله دي عملت ريفليكشن، صوره النخله نازله دلوقتي. الطبيعي ان هي تنزل على الاسفلت وخلاص ما نشوفهاش لان ده اسفلت مش مرايه، صح؟ فعادي صوره النخله هترفلكت على الاسفلت، مش هنشوفها، مش هنشوف الصوره على الاسفلت لان ده مش ريفلكتنج سيرفيس، مش هيعكس الصوره. طب ايه اللي حصل؟ بص بقى، اللايت ري ده وهو نازل ركز كده فيه، نزل من لاير للتانية. يعني لو جيت قسمت دي كده طبقات اهو، هنا ادي طبقة، حلو، هنا اللايت يا معلم لو جيت ركزت كده احنا بنقول هنا فوق اهو مثلا الطبقة دي كان كول اير، يعني الان هنا ان دينسر، اللايت نزل دخل في الطبقة التانية عند الان ايه؟
ريرر. كل ما اللايت بينزل كل ما درجة الحرارة بتاعت الطبقة بتقل، يعني الان بتزيد، سوري، درجة الحرارة بتقرب من الاسفلت يعني بتزيد، فالان ايه اللي يحصل لها يا باشا؟ تقل. فاللايت على طول يبقى جاي من الان دنسر رايح للان ايه؟ ريرر. يعني اول شرط اتحقق ان دنسر ان 1 اللي احنا جايين من عندها اكبر من الان مين 2، ادي اول شرط. طب الشرط التاني، لو الفاي عدت الكريتيكال، فالموضوع ده بيفضل يتكرر من طبقه للتانيه للتالته للرابعه للخامسه، قسم بقى الهواء طبقات كتير قوي، فبالتالي عند طبقه معينه تيجي الانسيدنس انجل تبقى اكبر من الكريتيكال، فتبدا الارض تتعامل كانها مرايه بالظبط. فنبدا الارض او طبقه الهواء دي نفسها، مش الارض، طبقه الهواء دي نفسها تتعامل كانها مرايه، اللايت ما يقدرش يخترقها اصلا. لو فاكر زي الميه والهواء كده، حلو، الضوء ما كانش بيقدر يخرج من الميه لما بيعدي الكريتيكال انجل، الضوء ما كانش بيقدر يخرج من الميه، كان بيعمل ايه؟ ريفليكشن على طول. هنا نفس القصه بالظبط، الضوء هيجي عند طبقه معينه من دول، حتى مش عند الاسفلت، عند طبقه هواء معينه، مش هيقدر يخترقها. ليه؟ الانسيدنس بتاعته بقت اكبر من الكريتيكال خلاص، فيبدا يعمل ايه؟ ريفليكشن. فصوره النخله اهي نزلت، طبقه الهواء عملت لها ريفليكشن على عينك. حصل ريفليكشن ليه؟ طبقات الهواء درجة الحرارة فيها مختلفة، فيبقى الان فيها مختلفة. كل ما بطلع فوق الميديم درجة الحرارة بتاعته بتقل، يبقى الدنسيتي بتزيد. كل ما بنزل تحت درجة الحرارة بتزيد، يبقى الدنسيتي بتقل. يبقى اللايت جاي من فوق لتحت، يعني جاي من الدنسيتي كبيرة رايح لدنسيتي صغيرة. يبقى دي أول شرط، ال N1 أكبر من N2. عند طبقة معينة الفاي بتعدي الكريتيكال، فيبدأ اللايت يعمل توتال انترنال ريفليكشن. ماشي. في الكونتينيوتي ايكويشن في الشابتر 3 اللايف ابلكيشن اللي بعد كده، بيقول لك the flow of the blood in the blood capillaries، يعني سريان الدم في الشعيرات الدمويه، بيبقى ابطأ من سريان الدم في المين ارتري. ليه؟ تقول لي بص كده، بيقول لك هو بص، the speed of the blood is faster in the main artery than that in the blood capillaries. ليه؟ البلاد كابيلرز دي بتبقى بيقول لك الشعيرات الدمويه بتاعت البني ادم دي لو اتفردت ممكن تغطي كوكب الارض بتاعت انسان واحد بس. انت متخيل؟ الشعيرات الدمويه دي حاجات دقيقه جدا، ماشي، فهي كتيره جدا، فلو اتجمعت مع بعض كده الاريا بتاعتها، هو بص يقول لك السم اوف كروس سكشن اريا بتاع البلاد كابيلرز دي هيبقى اكبر من الايه؟ من المين ارتري. كان بيقول لك معايا 5 مواسير مربوطين بماسوره واحده في الاخر، او مثلا لو جمعت الاريا بتاعت ده بلس الاريا بتاعت ده هتبقى اكبر من الاريا بتاعت ده. تمام؟ طيب حلو جدا. وانا عارف ان الاريا كل ما بتزيد الاريا عكس الايه؟ الفيلوسيتي. الاريا عكس مين؟ الفيلوسيتي. فلو الاريا في الكابيلاريز دي كتير كبيره جدا كده، يبقى الفيلوسيتي جوه الكابيلاريز دي اللي هيحصل لها هتبقى اقل. تمام؟ طيب هنا بيقول لك معلومه ملهاش لازمه، يعني هقراها معاك مش اكتر، يبقى بس انا يهمني القصه بتاعت سرعه الدم. المين ارتري الدم بيمشي فيه ابطا، اسرع. ليه؟ لان الاريا بتاعته اصغر من الايه؟ من الكابيلاريز. تمام؟ طيب هنا بيقول من الكابيلاريز كلهم، مش من الكابيلاري الواحد، يعني ما تروحش تقارن المين ارتري بشعيره دمويه وتقول لي يا مستر ما الاريا اكبر اهو. لا يا حبيبي، احنا بنتكلم على الكابيلاريز كلهم، لو جمعت الاريا بتاعتهم هتلاقيها اكبر من المين ايه؟ ارتري. فبالتالي الاريا الكبيره اللي في الكابيلاريز دي تخلي سرعه الدم قليله. طب في المين ارتري بقى تيجي تقول لي اهو the speed of the blood is faster في الايه؟ في المين ارتري. طيب بيقول لك blood is flow slower in the blood capillaries، اصلا دي حاجه كده من عند ربنا. ليه؟ مش حاجه عشوائيه. ليه الدم بيمشي بصوره بطيئه في الكابيلاريز دي؟ ليه؟ عشان تسمح للجازز اكستشينج، الاكسجين والكربون دايوكسيد يتبدلوا، تسمح لهم، ما لو ماشي بسرعه ممكن ما يلحقوش، وتخلي كمان والايه وذا تيشوز. تمام؟ مع الشعيرات الدمويه والقصه دي، ماشي، والانسجه وقصص كده. بس هو ده رغي معاصر بس مش اكتر. حلو، انت بس عايز تعرف الاريا والفيلوسيتي عشان دي بجد ممكن تتسال عليها. ماشي. طيب هنا
نفس القصه بالظبط. continuity ايكويشن بيقول لك بنستخدمها في الديزاين بتاع الايه، عيون الجاز اللي قدامك دي. ليه؟ بيقول لك عيون الجاز دي كل الاريا بتاعتها بتبقى صغيره قوي عشان اخلي الفلو بتاع الجاز عالي. ليه؟ هو انا عشان اخلي الفلو بتاع الجاز عالي اخليه دقيق، يعني كل ما الاريا تقل كل ما ازود السرعه، ولو زودت السرعه اقدر اتحكم في الفلوينج وفي الدايركشن بتاع النار نفسها. تمام؟ لو النار سرعتها قليله مبدئيا هتبقى ضعيفه وهتلاقيها متوزعه على اريا كبيره كده، مش هعرف اتحكم فيها ومش هتفيدني. فاهمني؟ طيب فدي حاجه بتخليني اقدر اتحكم في الايه، في الدايركشن بتاع الفليمز، اللهب نفسه، الذهب. برضو بيقول لك في خرطوم المطافي الاريا بتاعته النوزل اللي هي الراس المدببه دي بتبقى الاريا بتاعتها صغيره جدا. ليه كده؟ عشان تحدف الميه لقدام زي ما انت شايف كده. انت في الخرطوم في البيت بتدوس على الاريا تقلل الاريا عشان تزود الايه، سرعه الميه عشان تيجي قدام شويه، صح؟ نفس القصه بنعملها في المطافي. طيب الفيسكوزيتي، بنستخدم الفيسكوزيتي في ايه؟ قلنا بتستخدم في الليبريكيشنز بتاعه الايه، تزييت وتشحيم المواتير. تمام؟ زي ما انت شايف ده شكل الموتور وهو شغال، فلو صبيت جواه ميه، الميه الفيسكوزيتي بتاعتها قليله جدا فتبتدي تنزل تحت اصلا وتتجمع تحت وتصدي الدنيا وتخرب الدنيا. تمام؟ فبنحط زيت الفيسكوزيتي بتاعته عاليه عشان يستحمل الفريكشن ده كله ويقلل الايه، to decrease the heat produced due to the friction to protect the machine parts from the corrosion، تحميها من التآكل والصدى ومن الكلام ده كله. ماشي؟ طيب هنا برضو بيقول لك الفيسكوزيتي، برضو الفيسكوزيتي هنا ما يقول لك زي الفيول كونسامشن عشان تستهلك البنزين بصوره تقلل استهلاك البنزين، بمعنى اصح كده. تخلي بالك هنا بيقول لك كل ما تدوس على دواسه البنزين دي اكتر كل ما مقاومه الهواء بتقلل سرعتك اكتر. يعني ادوس بنزين مقاومه الهواء تبقى اشد، ادوس بنزين مقاومه الهواء تبقى اشد، لان انت for every action there is a reaction equal in magnitude and opposite in direction. لما انت بتدوس بنزين انت بتخبط الهواء بفورس قويه، فالهواء يسيبك لا يقوم رادد لك نفس الفورس، فتمشي بسرعه اكتر، الهواء يرد لك الايه، السرعه دي اكتر. برضو هنا بيقول لك اهو الموشن اوف ذا، السرعه بتاعت العربيه نفسها بتأثر على ايه؟ على الفيول كونسامشن، وايه كمان؟ والفريكشن فورس، قوة احتكاك. ايه اللي بيخلي استهلاك البنزين عالي؟ احتكاك الكاوتش نفسه بالطريق. عشان كده بيقول لك هنقول الترم التاني القصه دي برضو، لو الكاوتش بتاع العربيه نايم شويه فالاريا بتاعت الكاوتش هتبقى لامسه الارض بطريقه اعلى، فالفريكشن يبقى اعلى فتستهلك بنزين اكتر. عشان كده بيقول لك حافظ على الكاوتش ده يكون البريشر، الضغط بتاعه مظبوط عشان الاحتكاك بتاعه مع الارض يبقى قليل. طب الاير ريزيستنس زي ما قلت لك القصه، كل ما ادوس بنزين كل ما مقاومه الهواء هي كمان ايه، تزيد وتخلينا استهلك بنزين اكتر واكتر. والبنزين غلي يا حبيبي، البنزين غلي، معناش فلوس نحط بنزين كتير. ماشي؟ طيب خلي بالك من القصه دي. ماشي؟ هنا برضو يعني برضو في الفيسكوزيتي التفاصيل ما سألش فيها قبل كده بس ادينا بنقولها. اصلا الفيسكوزيتي دي ليها كذا حاجه في استخدام في الميديسن، مش دي بس. يعني هنا بيقول لك بلاد بريسبيتيشن، سرعه ترسيب الدم. سمعت انت قبل كده يقول لك مثلا روح اعمل تحليل سرعه ترسيب الدم؟ ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن تفاصيل بقى قوي. بيقول لك كرات الدم الحمراء دي المفروض سرعه ترسيبها يعمل لك اختبار، يشوف كرات الدم الحمراء دي بتفلو في وقت كبير ولا قليل. كانك معاك كره كده بتنزل، حلو، دي كره الدم الحمراء بتنزل، المفروض سرعه الترسيب يبقى ليها رقم معين، تنزل في وقت معين. لو نزلت في وقت اقل او في وقت اعلى يبقى في مشكله في اللزوجه بتاعه الدم، في الفيسكوزيتي. كانك مسكت كره رميتها في ميه تنزل بسرعه، طب لو مسكت كره رميتها في عسل تنزل بالراحه. اعتبر الكره دي هي كره الدم الحمراء. لو المفروض ولا تنزل بسرعه ولا تنزل بالراحه، المفروض تنزل برقم معين، 5 مثلا، في 5 ثواني مثلا، حلو. طب لو نزلت بسرعه قوي، نزلت في ثانيتين، لا يبقى اللزوجه بتاعت العسل الدم دلوقتي قليله جدا، في مشكله في سرعه الترسيب، يقول لك كده. طب الحاجه الثانيه سرعه الترسيب، لو ببص لقيت كره الدم الحمراء دي بتنزل في وقت كبير جدا، بدل 5 ثواني بتنزل في 10، سرعه الترسيب كده مشكله، فبرضه في ازمه في الفيسكوزيتي. تمام؟ طبعا الفيسكوزيتي بتعمل قصص تاني، يعني الفيسكوزيتي دي بتعمل مشاكل تاني جامده قوي، بتعمل
بتعمل يعني تيجي مثلا يقول لك زي ما قلت لك قبل كده، الفيسكوزيتي دي لو مثلا زادت اللي بتخلي الاتومز بتاعت الدم، كرات الدم دي بتبتدي تعمل اتراكشن مع بعض وتعمل تجمعات دمويه، فتعمل جلطه، تجمع دموي ده. طب لو اللزوجه دي قلت زياده عن اللزوم برضو هتبتدي تعمل سيوله، كرات الدم تبعد عن بعض فتعمل سيوله. حلو. عشان كده بيقول لك الناس اللي فوق ال50 تبتدي تاخد اسبرينا مثلا في اليوم. عشان ايه اللي يحصل؟ عشان هما اول ما يكبر قوي كده فوق ال50 مثلا شويه، تلاقي لزوجة الدم بتاعته زادت شويه هي كمان، فيبتدي معرض للجلطات اكتر. فعشان كده بيقول لك طبعا اسال دكتور قبل ما تعمل الكلام ده، بس المفروض تاخد اسبرينا يوميا كده بتاعت الاطفال دي. حتى مش انت تيجي انت تاخدها دلوقتي، انت اللزوجه، انت زي الفل دلوقتي، اللزوجه بتاعت دمك زي الفل، تاخد اسبرينا تقلل اللزوجه يحصل سيوله، يقول لك مستر محمد فوده. ماشي يا حبيبي، اسال دكتور في الكلام ده قبل ما تعمله. الناس الكبيره المفروض هي اللي تعمل كده عشان اللزوجه بتاعت دمهم كبيره، فتبتدي ايه اللي يحصل؟ الاسبرين ده يقلل اللزوجه شويه عشان ما يحصلش مشاكل وجلطات. ماشي يا بابا، ماشي يا بابا. طيب دي القصه بتاعت الابلكيشنز، اقعد ذاكرها دي كده. الثلاث اربع حاجات اللي عليهم ابلكيشنز في المنهج بتاعك كله، لايف ابلكيشنز يعني تطبيقات علميه وعمليه، اقعد ذاكرها. ولو في حاجه مضايقاك، يعني مثلا التوتال انترنال مضايقني، ارجع اتفرج عليه في الشرح. طب مثلا الفيسكوزيتي مش جايه معايا في الشرح، اقعد ارجع اتفرج عليها في الشرح. لان احنا خلي بالك هنا احنا بنشرح ان بنستخدم الفيسكوزيتي في ايه، طب بستخدم التوتال انترنال في ايه، فبستخدم البريزم في ايه. مش بقول لك ايه هو البريزم او ايه هو التوتال انترنال او ايه هو الفيسكوزيتي، فاهمني؟ طيب اقعد ذاكر عشان نخش ان شاء الله كده. اشوفك في البارت الثالث اللي هو هيكون في ايه؟ الجرافات. ماشي، كفايه كده، السلام عليكم.